مين اللي بيحدد النوع ده؟ هل الكلاينت بيجي لي الفكره بتاعتي سمبليفاي ولا ميتو؟ الكلاينت ما يعرفش اي حاجه. انت ممكن يجي لك واحد حرفيا بجلابيه ولا واحد هندي يقول لك جود مورنينج ايفري توداي وي توك اباوت واحد، هو ما يعرفش اي حاجه على الله، هو عنده فكره عايز ينفذها. فمين اللي هيحدد الحاجات دي؟ البرودكت اونر. هو اللي هيبتدي ان ياخد الكلام ويطلع منه انهي نوع. طيب لو البرودكت اونر مش موجود، استلم اول خازوق. جه راجل قال لي بص الفكره بتاعتي دي ما اتعملتش في الدنيا، عايزين نعملها. راح جه الراجل اليو اي اشتغل، واليو اكس اشتغل، والفرونت اند اشتغل، والباك اند اشتغل، يلا بينا نعمل ماركتنج للابلكيشن. جه الراجل التايب بتاع الماركتنج كلم الجرافيك ديزاينر قال له اعمل لي ديزاين للموبايل ابلكيشن ده، اكتب اول ابلكيشن في العالم بينفذ 1 2 3. والراجل فاكر ان هو مفيش غيره. رحت انا جيت عندي ابلكيشن بنفس الفكره بس مش ظاهر، لقيت اعلان بيقولوا اول ابلكيشن في العالم بيعمل كده. انا ابسط حاجه هعملها ايه؟ قضيه تعويض، هعمل ماركتنج، انا كسبت من على قفاك لمجرد ان انا ما عرفتش ان الفكره بتاعتي اصلا كانت ميتو وانا فاكرها ان هي سمبليفاي. طب الابلكيشن عشان يتعمل بيتدفع فيه كام؟ ملايين. الراجل ده رمى اللي ملايين على الارض. والتاني اللي ما كانش معروف عمل دارك ماركتنج كسب من على قفاك. ده انت عملت له ماركتنج ببلاش. انا لو طلعت عملت فيديو النهارده اقول الناس دي ولاد 60 70 قايلين هم اول فكره وانا الفكره بتاعتي موجوده من قبل كده، وعندي ورق وعندي اثباتات وعندي تواريخ، والاب اهو عندي والاب اهو عندي والاب اهو عندي. انا عملت ماركتنج من على قفاهم من غير ما ادفع جنيه. ادي اول لازمه للبرودكت اونر، ان هو يبتدي ان هو يعرف الفكره بتاعتنا ايه، وعلى اساسها يعرف بقى اللي جاي انا هعمل ايه.